هلو يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. متحمسه جدا جدا للمصيف والصيف والسفر والحاجات دي كلها، ففكرت اعمل لكم حاجه تفيدكم، فما لقيتش اهم من شنطه السفر معايا وانا مسافره. انا جهزتها وحابه اوريكم ايه اللي المفروض يكون معاكم في الشنطه عشان ما تنسوش اي حاجه، وخلي الفيديو ده عندكم عشان ترجعوا له. ايوه، انا باخد هنا الحاجات اللي انا محتاجاها، بس اللي انا محتاجاها فقط، عشان انا لما تبقي مسافره اسبوع اسبوعين بالكتير فانت مش محتاجه تاخدي حاجات كتير قوي معاكي. فالشنطه دي بالنسبه لي حلوه قوي، بتكفي كل اللي انا محتاجاه. هي يبان ان هي صغيره بس هي حرفيا كبيره جدا. فده بس الميك اب اللي هيكون معايا في شنطه السفر. نشوف الشنطه بيكون فيها. اول حاجه باخدها الكوتون بادز، وده مهم جدا بالنسبه لي عشان اخر اليوم لما اجي اشيل الميك اب بحب استخدم الكوتون بادز، بتبقى سهله قوي على عيني وعلى بشرتي، فما بتعملش اي التهابات ولا احتكاك قوي، فمهمه جدا. ممكن تاخدي منهم شويه صغيرين نصها مثلا وتخليهم في كيس مختلف لوحده، اللي هو بيكون ليه زيبر كده، بيبقى معمول من البلاستيك، وتحطيهم لوحدهم لو هتستخدميهم. بس انا بالنسبه لي ما بحبش خالص احس ان انا ممكن يخلصوا مني، فهعمل ايه؟ فهاخدها كلها معايا. تاني حاجه باخدها معايا هي الفرشه بتاعه البلاش. مهمه جدا ان هي يكون معايا فرشه البلاش، مش بستغنى عنها. عندي 2، واحده بخليها هنا ودي باخدها عامه معايا الشغل، ولو سفر او حاجه فما بستغناش عنها. بعد كده هاخد الليكويد هايلايتر، وده اشتريته جديد ومبقتش بستغنى عنه. ده مش بس في السفر، ده وانا نازله وانا رايحه اي مكان لازم يكون معايا. بحب دايما احط عند مدمع العين الهايلايتر يفضل ثابت ويبقى شكله حلو، فده بيبقى جميل قوي بصراحه، جربته كذا مره خطير. فباخد معايا الليكويد هايلايتر. باخد كمان معايا الليبستيك الثابت ده، وده لونه كشمير حلو قوي قوي، دايما معايا في كل مكان. وباخد كمان البلاش دون من ماي سينما، درجته خطيره، درجته ودايه جايه على بيتش كده، ودي درجه بتاعته هنا 104. خطير جدا يا جماعه. انا حاطه منه دلوقتي، بيبقى شكله ناتشورال جدا وبيبقى ثابت شويه حلوين، فدول برضو بيبقوا معايا على طول. باخد عجله M&M بتاعه الكونتور والكونسيلر مع بعض. انا عندي منها 2، يعني انا عندي منها واحده، فدي بخليها في البيت، واشتريت واحده جديده عشان السفر وتبقى معايا كمان في مشاويري وانا بره. فخطيره يا جماعه، بتعمل كفرج حلو قوي، بتساعدني جدا، فكله في بعضه يعني. فدي بخليها برضو معايا. باخد الليبستيك ده، انا بحب اخلي معايا كذا ليبستيك، يعني لو مثلا وانا هناك حطيته في الشنطه وانا بقى نازله مثلا بتمشى او حاجه، يبقى معايا واحد منهم في شنطتي. ده بيكون معايا في شنطتي على طول. يعني اللي انا قلت لكم عليهم دول، او ده بيكون في شنطه السفر، اللي هي دي في شنطه السفر. ده في الهاند باج معايا انا في الباص وفي الباص وفي الطريق، ده على طول معايا، فبرضو مش بستغنى عنه، لازم يكون معايا 2. باخد المايسلر ووتر عشان اشيل بيها الميك اب، مش بحب خالص. انا ممكن احط المايسلر ووتر هنا لان انا برضو جبت الترافل سايز البوتل دي، فاحط هاند ووش ومايسلر ووتر بدل ما اخد دي كلها معايا. فكره حلوه قوي جات لي دلوقتي وانا بعمل فيديو معاكم. انا هحط شويه مايسلر ووتر هنا، فده اللي انا هستخدمه، لان كده انا هستخدمها في اخر اليوم فقط. فحلوه قوي، هحط هنا شويه مايسلر ووتر واخليها معايا، دول كمان بيكونوا معايا. كمان باخد معايا اللوز باودر بتاعه M&M، دي انا اشتريتها لان سمعت عنها ريفيوز كتيره قوي، فبرضو هخليها معايا في السفر. دي طبعا مش هقدر اطلعها من العلبه بتاعتها مش كبيره، فدي برضو هخليها معايا، بقت مهمه جدا دلوقتي بستخدمها. معايا فرشه البلاش، سوري، فرشه اللي هي الفلافي بتاعه الاي شادو. وهاخد معايا البالت الصغننه دي بتاعه الاي شادو من شيجلان، خطيره يا جماعه، والوانها حلوه قوي، والوانها اصلا كلها الوان صيفي، فبرضو دول هيكونوا معايا. وهاخد معايا الفرشه دي فرشه دمج صغيره. وهاخد معايا الايلاينر الازرق، مش هاخد ايلاينر اسود، هاخد الايلاينر الازرق بس. وهاخد معايا المرطب، اساسي 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 اساسي، اهم من كل حاجه مرطب الشفايف، دايما بيبقى هو اخر حاجه يا جماعه، واهم حاجه بالنسبه لي. حاجتين، بصوا، دي السوب شيتس، صابون، بخليه برضو معايا، وده هينفعني قوي في السفر لو انا مثلا على البحر او حاجه وحابه اغسل ايدي، هتفيدني جدا. وهاخد كمان الروزبيري باليت بتاعه الكونتور والبلاش، خطيره. كل ما افتحها يعني ريحتها ريحه ميه ورد حلوه قوي، فيها كونتور وبلاش، هياخد برضو معايا دي، تبقى برضو اساسيه جدا معايا. فدي الحاجات اللي انا هاخدها معايا في السفر، فاكتبوا لي لو في حاجات تانية
تحبوا تاخدوها معاكم غير الحاجات اللي انا قلتها، ان برضو نبقى عارفينها. واكتبوا لي رايكم في الكومنتس ايه كمان بتحبوا تاخدوه معاكم. الصن بلوك احطه دلوقتي. وبس كده يا بنات، ده كان الفيديو بتاع النهارده. اكتبوا لي رايكم في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب في الشانل، واشوفكم فيه ان شاء الله في الفيديوز اللي جايه. باي باي.